النهاردة هنعمل معادلة سهلة أوي. في أحد الأفاضل عمل كومنت إن هو محتاج يعرف لما يكتب عدد أسهم معين وعدد إيراد وعدد فدان يعرف في الآخر هما كام فدان. الموضوع سهل، الموضوع مجرد بس أقواس تتعمل صح. نعملها من الأول. دلوقتي الفدان فيه 24 إيراد والإيراد فيه 24 سهم، فالسهم ده نعلم عليه ونقسم على ال24 يبقى هيدينا الإيراد، هيدينا كده في كام إيراد. يعني نمسح هنا لما عملنا 576 ادتنا 24 إيراد. طب احنا محتاجينها بالفدان، نفتح القوس ونعمل برضو قوس هنا ونقسم تاني على 24 فحولناها لفدان. دي أول حاجة، وبعدين نعملها بين أقواس عشان نعمل المعادلة اللي بعدها إن احنا نحول الإيراد لفدان. طيب نعمل زائد إن احنا عايزين نجمع ونفتح القوس ونقول الإيراد اللي احنا هنكتبه هنا على 24 ونعمل انتر نشوف. يبقى كده لو هنا عملنا إن في 24 إيراد زادت هنا فدان كمان بقت 2 فدان. طيب عايزين بقى لو كتب هنا عدد أفدنة معينة برضو ينضاف هنا، فنعمل زائد على طول بقى العدد اللي هنا. فلما نكتب هنا إن في 1 فدان بقت 3 وهكذا. نكتب بقى إن مثلا في 300 سهم مع 20 إيراد مع 2 فدان فجابت لي عدد الأفدنة بالطريقة دي. واحنا عارفين إن الفدان فيه 4200 متر، فهنا اتضربت دي في 4200. بس لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناة، ولو محتاج تعرف معادلة معينة ابعتلي او اكتبلي في الكومنتات وانا هعملها. شكرا.